السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. متابعينا الكرام، متابعي قناة عالم الأسعار، يا رب تكونوا بخير وبصحة جيدة. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس. كارثة، إنا لله وإنا إليه راجعون. ماذا حدث في الشرقية؟ محمد سقط والدته وسقط أخته. ماذا حدث في جريمة عيد الأم بالشرقية؟ أمك والباقي تعوضه الأيام. حكمة تؤكد معنى وقيمة من يكرمك الله لأجلها ويجعل المكوس بين قدميها في طاعة لا كأنه والجنة سواء، إلا أن ما لاقته نجفة الأم التي بدأت للتو عامها الأول بعد 60 من عمرها فاق حد العقوق والتنكيل على يد فلذة كبدها الذي جاء إلى الدنيا من رحمها قبل نحو 23 عاما، في الوقت الذي كانت الإذاعات تصدج بأناشيد وعبارات تكريم الأم في يوم عيدها 21 من مارس. كانت نجفة كعادة أي أم مصرية لا ترجو غير سعادة أبنائها، وقد بدأت للتو تجهيز وجبة الإفطار بعدما فرغت من صلاة الظهر. لكن بينما يعم الهدوء المكان تبدلت الأمور على يد ابنها محمد، ذاك الشاب العشريني غريب الأطوار الذي سولت له نفسه سفك الدماء. خلافا بسيطا لا يذكر تفاصيله أحد دب بين الشاب وشقيقته إسلام ربة المنزل الذي تكبره بنحو 3 سنوات ليهرول ناحية المطبخ ويعود حاملا سكينة ويهم بالتعدي على أخته وبيدها اليمنى واليسرى وكأنها فريسته التي لن يترك فيها قطعة على حالها. لم تستوعب الأم نجفة بشاعة ما تراه من مشاهد دموية متلاحقة ببطلها السيء ابنها وضحيتها ابنتها، وبينما تحاول منعهما كانت يد ابنها وسكينة أقرب إلى روحها يسقط والدته ويودي بحياتها وتخر صريعة ودماءها تختلط بدماء ابنتها، وولدها الذي طالته طعنة استقرت في بطنه ونفذت إلى داخل جسده بما كسبت يداه من شر وعقوق. نحو 1:30 كانت عربيات الإسعاف تتراصى أمام منزل الأسرة في منطقة مساكن أحمد حلمي وسط بندر قسم شرطة فاقوس في محافظة الشرقية. وبين هذا وذاك امتلأت ساحة المنطقة الناس، والجميع يسأل ويجيب ويخبر الناس بعضهم بعضا محمد قتل أمه وقطع جسم أخته. تبع حضور عربيات الإسعاف رجال الأمن والبحث الجنائي في قسم شرطة فاقوس، وتبع التحريات إجراء المعاينة الجنائية قبل نقل جثة الأم المقتولة إلى مشرحة مستشفى الأحرار التعليمي في مدينة الزقازيق، وانتداب أحد الأطباء الشرعيين لتشريحها وبيان سبب الوفاة وكيفية حدوثها. داخل مستشفى فاقوس المركزي أجريت عملية جراحية لمحمد لرأب الطعنة النافذة التي أصابت بطنه في الوقت الذي كان خلاله أطباء المستشفى يقدمون الإسعافات الطبية والعلاجية اللازمة وينتهون من تقطيب جروح شقيقته. تحرر عن ذلك المحضر رقم 2005 جناح قسم شرطة فاقوس لسنة 2024، وبالعرض على النيابة العامة قررت التحفظ على الابن المتهم محمد ميم في المستشفى لحين تعافيه قبل أن تأمر بحبسه على ذمة التحقيقات بتهمة قتل والدته نجفة ميم ربة منزل في 60 من عمرها، والشروع في قتل شقيقته إسلام ربة منزل عمرها 26 عاما مع مراعاة التجديد له في الموعد القانوني. إنا لله وإنا إليه راجعون. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.